السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معكم قناة علم القرآن. اليوم إن شاء الله يكون الاشتراك والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتدعو إخواتنا في فلسطين والسودان وجميع الدول العربية تكون بخير إن شاء الله. توقع كمان نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو. برشلونة تدخل المباراة على استاد الكامب نو اللي بعد أعتقد غياب سنة. يعني الاستاد ده أكبر استاد في العالم، فكويس إن الاستاد ده رجع. يعني هيلعبوا ضد أتلتيك بلباو قبل ما عمامة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء أمام تشيلسي. فالمباراة دي مهمة جدا لبرشلونة، وكمان لاستعادة الصدارة. انت عارف ممكن الريال يخسر امام إليتش على ملعب إليتش. مش يعني انت بتتكلم ان الريال في 6 ماتشات جاية صعبين، فبرشلونة لو كسب الماتش ده هيقرب من الصدارة جدا جدا جدا. يعني هو لو كسب هيتصدر في انتظار ماتش ريال مدريد غدا، وممكن ريال مدريد يفعص. وفي ظل تواجد خوان جارسيا والكل جه، فيعني ماتش هيكون صعب لبرشلونة، ولكن برشلونة قده. وأمامكم تشكيلة برشلونة بعد أما خوان جارسيا جه. المباراة في تمام الساعة 4:15 بتوقيت تونس والجزائر، والمغرب 5:15 بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا، و6:15 بتوقيت السعودية والكويت والعراق وسوريا واليمن والأردن، و7:15 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. قناة كلابين سبورت واحد. المعلق حسن العدروس. الجولة 13 الدوري الإسباني، والملعب استاد الكاميرو. والحكم المباراة خوسيه ماريو سانشيز. والمباراة السبت 22/11/2025. سلام.